واحد اثنين ثلاثة. أم البحيرات بحيرة قبر عون. من هو عون؟ هذه أول بطن اكتشفت مكان البحيرة، أو أول شخص اكتشف مكان البحيرة يسمى بعون، ويعرفوه بأنه هو شخص والي صالح، يعني زي ما نعرف أن الشخص هذا يقول لك صالح. فتوفى عون وقبره موجود قريب على البحيرة، فسموها باسم بحيرة قبر عون. يقدر تعداد السكاني متاعها اللي هي 5000 نسمة. آخر عائلة طلعت من المكان هذا نفسه والقرية في 89 آخر عائلة غادرت المكان هو نفسه. يقدر المسافة متاعتها 7 أمتار لبحيرة قبر عون. نسبة الطوفان موجودة فيها عالية جدا بقوة الأملاح اللي موجودة في المية نفسها، ومعالجة لأكثر من مشاكل جلدية معروفة لمية بحيرة قبر عون. موجودة فيها كائنات ويسموا فيها أهل المنطقة اللي هي هالودودة يقولوا لها. اتحرفت باسم الدودة وهي ما هيش الدودة. هالودودة دي كانت تقدم للضيف لأن بحكم غالية الثمن، ويصطادوا فيها الكائنات دي نفسها بين الفصل الخريفي والصيفي، مش يضيفوا بها الناس. وتعتبر ضيافتها نفسها معالجة للقولون، يعني الناس اللي عندهم مشاكل القولون هذه نفسها يعني كويسة للقولون وللمعدة بصفة عامة. بحيرة قبر عون بحكم ان الاملاح اللي موجوده فيها عاليه هلبة، فما تقدرش انك انت تغرق فيها، ما سجلتش ولا حاله غرق داخل البحيره. هذا من الجمال الصحراء الليبيه الذهبيه اللي مش عاديه، حتى لو كان نبي نوصفها بكلامي فيها راهي شويه لجمال قبر عون. اقرب قريه لها اللي هي قريه كركيبه، تقدر المسافة ما بيناتهم 45 كيلو متر بين قرية كركيبة، مش انك انت توصل في بحيرة قبر عون. وجمال اهلها وناسها وجودها وكرمها، رب يحفظهم يا رب العالمين، ويحفظ ناسنا حبيبنا في جنوبنا الغالي اللي ممكن عنوانه للجود وللكرم